5 حاجات لازم تعرفها قبل ما تبتدي في البورسلين أو السيراميك. 1. عندك ريسبشن وغرف وحمامات، هات لهم بورسلين اسباني او هندي 60 في متر 20 او مقاس اكبر من كده لو البادجت تسمح، بيدي فخامه كبيره وشياكه اكتر للمكان. ولو البادجت ما تسمحش هات بس بورسلين للريسبشن، وبقيه الغرف والحمامات هات لهم سيراميك عادي. 2. صب الارضيه خرسانه عاديه بمنى مفلفله وتتساوي على مناسيب وشرب اقل من منسوب البورسلين ب2 سنتي، ولو في محارة على الحوائط بتاعت الحمامات هتفيدك كتير سواء بورسلين أو سيراميك. 3. مادة لزق البورسلين داري جلو، مادة لزق السيراميك سيتوكسيو، مادة السقية كاب ملون بلون الأرضية، جاهز وممتاز ما بيطلعش أبدا مع طول فترة الاستخدام لأطول مدة ممكنة. 5. لازم نفرد مادة اللزق متمشطة في اتجاه القصير للبلاطة على الأرضية اللي هتتثبت عليها، وفي نفس الاتجاه على ظهر البلاطة بالمالك أو البروة، مش عمودي عليها زي ما كتير ما بيعملوا، وإلا تطبل تحتها ويملى هوا من تحتها وتقب البلاطة بعد كده وتعمل لنا مشاكل كتير. خليك معايا واسمع واستشير عشان خاطر في كل خطوة هتفرق معاك كتير.